يا صباح الورد والفل والهنا وكل الحاجات الجميلة على عيونكم. وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات لحد دلوقتي. اللي تابع الفيديو اللي فات لاخره هيعرف ان انا قلت انه الفيديو اللي جاي هيكون عن عزومة انا عاملة عزومة رمضان. العزومة كانت امبارح، بس انا بصور لكم، قلت اصور لكم المقدمة بعدها بيوم لاني كنت مشغولة. طبعا انتوا عارفين يعني صحينا في السحور، بدأت عملت حاجات، بعد كده كملت. يعني الواحد بيبقى مشغول قوي يوم العزومه، بس كان يوم جميل ورائع وكانت عزومه جميله. في العاده ممكن اجهز شويه حاجات قبلها بيوم، بس في رمضان بما اننا كده كده بنقوم في السحور فجهزت شويه حاجات في السحور. بعد كده كملنا بعدين هنطبخ مع بعض وهنجهز ديكور السفره والحاجات دي كلها. بس قبل ما نبدا الطبخ تعالوا اوريكم جو بره. يا سلام، تحفه. طبعا ما تشغلوش بالكم بالمطبخ لانه يعني من اثار امبارح ما قدرتش اخلص كل حاجه امبارح، ف يعني كلنا ساعدنا بعض يعني، فتشغلوش بالكم. تعالوا اوريكم التحفه. الدنيا طراوه في شويه هوا، مزاج اخر مزاج. وبدات يا دوب اهي الدنيا الاشجار ترجع تخضر تاني وتبدا تنبت والورد يطلع والعصافير بدات تيجي ترجع تاني للشجر. يعني مش كلها رجعت لسه، بس بدات كام واحده كده يرجعوا يجوا تاني. النهارده سامعين يا دوب زقزقت كام عصفور صغيرين كده. المهم يلا اوريكم بقى انا عملت ايه في العزومه. اول حاجه عملتها في السحور بعد ما اتسحرنا، قلت اجهز الخلطات اخليها جاهزه عشان بكره ابدا شغل على طول. فقلت اول حاجه هبدا باللحمه المفرومه بتاعه المكرونه البشاميل. بحط معلقه سمنه وحطيت كمان معاها شويه زيت. خرطت بصله حتت صغيره على قد ما تقدري، خلي الحتت صغيره. وهحط معاها ورقه لورا وهقلبهم شويه لحد ما البصل يدبل سنه. بعد كده هحط توم. دي البصله كامله وحطيت عليها معلقتين توم. ممكن تحطي توم مهروس او التوم اللي هو متقطع حتت صغيره. وهحط شويه فلفل اخضر صغيرين خالص. الفلفل اللي انا هحطه ده فلفل رومي، لو بتحبي الفلفل الحراق حطي فلفل حراق. هندي التوم وقتهم كده، يعني دقيقتين كده يتبلوا ويستووا. بعد كده هنحط الطماطم. هحط طماطمايه كبيره، هحط واحدة ماجي وهحط شوية فلفل اسود وهنقلبهم كويس كده. بقى طعم الخلطة بتاعتنا حلوة وجاهزة ان احنا نسوي اللحمة المفرومة في خلطة طعمها حلو، فهيخلي طعم اللحمة المفرومة جميل. الفرق بالظبط عشان الناس اللي بتسوي اللحمة خالص وتستنى لما اللحمة تستوي خالص وبعد كده تحط شوية توابل، الفرق بيبقى في ريحة الزفارة، ما بتبقاش فيها ريحة زفارة خالص. كمان الفرق بيبقى عامل زي ما نسوي مثلا لحمة في مية فيرسز ما نسوي لحمة في شوربة. هحط كمان شوية ملح وهحط، بس خدوا بالكم ما تكتروش لان الماجي اوريدي حادق، فشوية صغيرين. شوية بابريكا اللي هو الفلفل الاحمر الحلو، وهسيبها على النار تستوي شوية، يعني حوالي مثلا من 3 ل5 دقايق عشان اللحمة تستوي. احنا كده خلصنا اللحمة المفرومة بتاعت المكرونة البشاميل. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل. هفضي اللحمة المفرومة في طبق وفي نفس الصينية هعمل خلطة المحشي. شايفين كمية ده؟ طبعا الزيت على السمنة على الطماطم على التوابل على كل التحابيش اللي احنا حطيناها. الليكويد السائل اللي نازل ده فيه الزبد كلها. هحط صينية تانية على النار ونزل فيها كل السائل اللي انتوا شايفينه ده. هو ده اللي انا هشوح فيه البصل بتاع تسبيكة المحشي. وهنزل واحدة اللورة اللي كانت موجودة هناك هي. بالنسبة للمحشي هخرج بصلة، أنا طبعا عاملة كمية كبيرة فهخرج بصلة عادية اللي هي البصل الأصفر وبصل الأحمر. الميكس بين الاتنين دول بيدي طعم جميل وفيري يونيك في المميز يعني في المحشي. وهحط شوية فلفل رومي، عايزة تحطي فلفل أخضر وتعمليه حراق براحتك. شوية فلفل صغيرين وهقلبهم مع بعض. هحط معلقتين صغيرين توم. هحط طماطمتين متقطعين حتت صغيرة خالص شبه مهروسين، بتدي طعم احلى لما بتبقى مع الصلصة غير لما بتبقى الصلصة بس. هحط فلفل اسود، هحط واحدة ماجي، وهحط مستكة حوالي مثلا 4 حبات مستكة. هحط جوز الطيب، هحط كزبرة ناشفة، السبع بهارات وشوية بهارات محشي، ملح، وأقلبهم كويس جدا واسيبهم شوية على النار. وبعد كده اضيف الصلصة واسيبها تتسبك على النار، تاخد وقتها لحد ما تتسبك خالص، يعني البصل يستوي والطماطم تستوي
وتبدأ الصلصة كأنها بتفصل شوية، يعني تحسوا ان في كده مسكت في بعضها وبقت عملت طبقة كده على الوش. كده تبقى خلطة المحشي جاهزة. هحط عليها شوية صغيرين من اللحمة المفرومة اللي انا عملتها، وهطفي عليها النار عشان انا مش هحشي دلوقتي. لا هحط عليها الرز ولا هحط عليها الخضرة، هسيبها الرز والخضرة هسيبهم اول ما اجي احشي. وهشيل اللحمة المفرومة في التلاجة، وهشيل خلطة المحشي في التلاجة. من الحاجات اللي هتسهل عليكي قوي برضو في العزومات تعمليها قبلها بيوم الشوربة. مش هنسوي الشوربة كلها، لا، هنعمل برضو تحضيرات ليها. الشوربة اللي انا هعملها هعمل لسان عصفور بالخضار باللحمة. فحطيت شوية بصل، معلقة سمنة، وحطيت شوية من البصل اللي انا كنت عاملاه شوية صغيرين يعني. هشوحها لحد ما البصل، عارفين يعني، مش يصفر، ياخد سنة كأنه هيبقى بصل كشري، بس يعني افتح منه شوية، يعني يدوب يحمر سنة كده، لان ده بيدي طعم حلو قوي في الشوربه. وقطعت لحمه يعني حتت صغيره خالص، سبت حته وحتتين كده كبار وباقي حتتين صغننين خالص. هشوحهم كويس ومعاهم ورق لورا. وطبعا وانا بشوحهم هحط عليهم شويه فلفل اسود وجوز الطيب، وهنزل عليهم بلسان عصفور. هشوح معاهم اللسان عصفور كويس لحد ما لسان عصفور يحمر، وهطفي عليهم النار. قبل ما لسان عصفور يحمر، يعني قبل اللون اللي انت بتحبيه بشويه كده، هطفي النار، لان هو كده كده هياخد سخونية الحلة. يعني الحلة بتفضل سخنة شوية كده. قبل الافطار بحاجة بسيطة هشغل عليه النار، هحط معاه شوية بسلة من غير جزر او اي حاجة، واحط عليه الشوربة واسيبه يستوي براحته. اما بعمل الخطوة دي الشوربة كلها ما بتاخدش معايا 15 دقايق بكتير. وهحطها برضو في التلاجة لحد قبل الافطار. اخر حاجة هعملها قبل ما اطلع انام، لانه تعبت والنوم كبس خلاص، هي هتبل اللحمة دي لحمة ضاني حلال، جايبينها من كاسكو، بيبيعوها هناك في السكشن اللي هو اللي جنب الفراخ المشوية ده بتاع اللحوم. جبتها غسلتها كويس قوي، نقعتها في مية بملح شوية، وتأكدت ان هي بقت نظيفة قوي وما فيهاش اي ريحة. بعد كده غسلتها تاني وهنشفها وابدأ اتبلها. اي حاجة فيها تتبيل على الاقل على الاقل خلي الحاجة تتنقع في التتبيلة ساعتين لو انتي مستعجلة قوي، لانه لما بتنقعيها في التتبيلة ساعتين بتبقى طعمها خرافة. بصراحة قبل ساعتين هيبقى فيها طعم، بس مش هتاخد الطعم بكثافة زي ما تسيبيها على الاقل ساعتين. ساعات كمان لما بنجيب اللحمة دي بتبلها واظبطها واشيلها في الفريزر، بس عشان احنا جبناها فريش فهتتعمل فريش يعني. اللحمه بيبقى فيها حتت سميكه قوي، هقطعها بالسكينه عشان تبقى يعني كلها تقريبا شبه متساويه، وعشان تستوي بسرعه. هفتحها كده، وبعد كده هبدا احط عليها البهارات. هحط عليها بهارات مشاوي 7 بهارات: ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، فلفل احمر حلو، فلفل ابيض، شويه توم بودره، جوز الطيب، شوية روزماري صغيرين قوي بودرة. وهتأكد ان التوابل هتكون في كل حتة في اللحمة. هغطيها كويس من ورا ومن قدام. هفتح في اللحمة فتحات بسيطة كده، هحط فيها فصوص توم وشوية زيت زيتون خفيفة. وبعد كده هحط رق بصل ورق بطاطس وشوية جزر. عايزة تحطي معاها اي حاجة تحتها حطيها، مش هحط مية، مش هحط اي حاجة، هو كده بس. وهغلفها كويس بورق الفويل، بس تتأكدي غلفيها وغلفيها اكتر من طبقة عشان وحطيها على صينية عشان ما تسربش منك، وعشان كمان السخونية تتحبس جواها فتستوي بسرعة يعني. واحطها في التلاجة، ودي غالبا هطلع اسويها قبل الاكل ب3 ساعات على درجة حرارة 380 فهرنهايت، وهسيبها من 2 ل3. اول ما تشمي ريحتها قوية اعرفي انها استوت. هسيب لكم الفيديوهات اللي اتكلمت بشكل مفصل عن طريقة عمل مكرونة البشاميل، وكمان طريقة عمل محشي. هسيب لكم الفيديوهات دي في الديسكريبشن بوكس. دلوقتي بقى هطلع ريح شوية، وبعد كده نعمل الديكور ونكمل تسوية الحاجات ونجهز للعزومة مع بعض.
السنة دي حبيت اعمل ديكور مختلف خالص لنظام السفرة بتاعة رمضان. حبيت اخليها حاجة كده هادية نيوترال، اجمع بين الالوان البيضة واللبني والرمادي. تعالوا بقى اوريكم البتاعة التحفة الجميلة دي اللي هنحط فيها المعالق والشوك والسكاكين. هي عاملة زي جيب كده معمول من الورق، وانا اخترت المناديل. بصوا الطبق اللون بتاعه لبني بس فيه ابيض، عشان كده عملت طبق الشرب ابيض، والطبق الستيرفينج لبني اللي هو مرسوم فيه ورق شجر ابيض، شكله رقيق جدا. كمان جبت مناديل نفس درجة اللون اللبني بتاع الاطباق، وقلت مش عايزة احط المعالق والشوك بالطريقة التقليدية، يعني كل سنة بحطها بنفس الطريقة. فدورت في الاخر لقيت زي الجيوب الكيوتة دي بتاعة رمضان. فجبت المنديل لانه المنديل اوريدي شكله شيك كده، قلت احط جواها واحط عليه المعلقة والشوكة والسكينة، يدي منظر شيك وتبقى حاجة مختلفة عن كل سنة. كمان السنة دي حبيت ادخل ورد، مش عارفة يعني موسم الربيع وبدأ والازهار والورود بتتفتح، يعني حبيت اعمل حاجة جامعة بين رمضان وكمان بين الطبيعة والسبرينج وكده. عشان كده اخترت الالوان الكومباينيشن دي كلها مع بعض. الورد ده الورد بتاع عيد ميلادي، اول ما قرب الورد عارفين لما بيبدأ يدبل سنة، قصيته وجففته. انا وريتكم اكتر من مرة انا بقصقص الورد وبحطه بس ينشف، بفرده على اي حاجة وبسيبه ينشف. الورد ده كانت ريحته، الورد البلدي بتاعته ريحته حلوة قوي بصراحة، استخسرت ارميه. فلما جففته حتى انا يعني شوفوا من امتى بشم ريحة الورد، الريحة فيه فظيعة جميلة ما شاء الله. فحبيت اعمل بيه ديكور للسفرة. بالنسبة للناس اللي سألتني هو انتوا بتدوا الاطباق فاضية كده للناس؟ فين الاكل؟ ما تحطوش الاكل ليه؟ انتوا بتسيبوهم هم يقوموا يغرفوا؟ طيب الكالتشر عندنا هنا في امريكا مختلفة خالص عن كالتشر العالم العربي. هنا الاكل انتي بتحطيه كله في مكان واحد، وبعدين اللي عايز بيروح يقوم بيغرف لنفسه الحاجة او البورشن اللي هو عايزها بمزاجه، بيحب ده بيحبش ده، وبعدين بيروح ويجي تاني. يعني كأنه الكونسبت بتاع اوبن بوفيه، يروح ويجي تاني براحته يختار اللي يعجبه. وكمان عشان ما يبقاش قاعد الضيف يعني في اكل كتير، الترابيزة زحمة عمال يعني مش مفيش مكان ان هو يحط ايده براحته، وعشان تعملي ديكور حلو فيبقى القعدة منظرها اشيك واحلى، وقدامهم شمع قدامهم منظر جميل. فهي مسألة اختلاف ثقافات ليس الا كده. خلصنا ترتيب السفرة، فتعالوا بقى نبدأ نعمل المحشي، نعمل الاكل. هغسل الخضرة، المحشي بيحب خضرة كتير، حطي بقدونس كزبرة شبت. النهاردة هعمل محشي كرومب ومحشي فلفل ومحشي كوسة. محشي الكوسة بحط القلب بتاعه في الحلة، قلب اللي بيطلع من الكوسة. محشي الكرومب بحط العروق بتاعت الكرومب دي، لكن محشي الفلفل بحط العيدان بتاعت البارسلي اللي هو البقدونس والكزبرة والشبت، العيدان بتاعتها باخد منها الورق ورص العيدان في قلب الحلة واحط عليها الفلفل. هقطع الخضرة، هقطعها تقطيع ناعم على قد ما تقدري قطعي ناعم، والرز هحطهم على الخلطة اللي احنا عملناها وهنبدأ نحشي. هبدأ بمحشي الفلفل الأول. شايفين الطبق الأبيض ده فيه شوية ملح مع شوية بهارات مشكلة كده، وبعدين لأنه الفلفل ساعات بيبقى طعمه يعني سادة كده مفهوش أي طعم، فلو حطينا نقطة يعني صباعنا كده في الملح والتوابل دي وبس مسحة واحدة في الفلفلة كلها كده، يعني لفينا بيها الفلفلة كلها وحشيناها وحطيناها، بيبقى طعمها حلو قوي، بتفرق في طعم الفلفل خالص. الحاجة التانية لما نيجي نحشي الفلفل او الكوسة لازم نسيب حوالي مثلا مقدار نص عقلة صباع فاضية عشان الرز ياخد راحته، من نص عقلة لعقلة عشان الرز ياخد راحته وهو بيستوي، فما يخرجش من الحلة يبهدل الدنيا. يعني اللي هحشيه هبدأ اسويه على النار على طول،
وهبدأ ادخل بقى المكرونة البشاميل في الفرن، وهدخل اللحمة اللي احنا عملناها. زي ما قلت لكم هسيب لكم فيديوهات المحشي والمكرونة البشاميل تحت في الديسكريبشن بوكس، وازاي تعملوا البشاميل ويطلع معاكم زي المحترفين واحلى كمان. وضبط كمان الترابيزه التانية اللي في المطبخ اللي هي البريكفاست تيبل، لان ما شاء الله العدد كبير، فظبطت بقى ترابيزه سواء يقعد عليها الرجاله والتانية الستات، او يعني على حسب بقى. خلاص الحمد لله الاكل استوى وكله تمام، وهنبدأ نغرف.